Hello guys, welcome back to my channel. اخيرا رايحين السعوديه. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، اخيرا الحمد لله هعمل عمره. شرحت كل حاجه الفيديو اللي فات، قلت ازاي بنحجز فيزا ترانزيت، ازاي بنحجز الطيران، شرحت كل حاجه. اللي مشافش الفيديو يرجع يشوفه. الاول هروح المدينه وبعدين مكه وبعدين جده، وان شاء الله اي حاجه بعيدا عن السايد الديني من الموضوع، يعني مش هصور الحرم ولا اي حاجه، بس اي حاجه غير كده ان شاء الله هصورها. لو جربت اكله جديده، لو رحت شارع شكل مختلف، لو رحت منطقه عجبتني، سوق، اي حاجه كده هصورها لكم ان شاء الله. دي اول مره في حياتي هروح السعوديه، وبالتالي اول مره في حياتي هشوف الكعبه على الحقيقه. الموضوع بجد احساس، انا اكسايتد جدا جدا. حاليا انا في مطار سفنكس، اول مره ادخل المطار ده ايفر. المطار تحفه، عاجبني قوي، مهتمين بيه قوي، مع انه مطار محندق صغير جدا، ولكن على عكس المطارات الصغيره مهتمين بيه بزياده، فانا مبسوطه من الموضوع ده قوي. واحلى حاجه في المطارات الصغيره ان التشيك ان بيبقى سريع، كل حاجه بتبقى سريعه، لان الكاباسيتي اصلا قليله، والطياره اصلا اللي انا طالعه عليها برده صغيره قوي، كل حاجه تحسوها محندقه وسريعه كده، فالموضوع عاجبني بصراحه. الحمد لله لحد دلوقتي ما واجهتش اي مشاكل لا في الاجراءات ولا في اي حاجه، كله ماشي سموث، ومتحمسه جدا للي جاي. ومعرفش الفيديو ده هيبقى فيه اليوم الاول بس ولا اليوم الاول والثاني والثالث والرابع، الله اعلم. يعني على قد ما هصور على قد ما هقسم الفيديوهات، ونفس الكلام في الفيديوهات اللي جايه. لو لقيتوا الفيديو اللي جاي بدا فجاه والفيديو ده خلص فجاه، فده اعرفه عشان انا بس بصور راندملي وبحط الحاجات على بعض، فده طبيعي. بعد ما ارجع ان شاء الله من الرحله هشرح لكم كل حاجه تمت ازاي، المصاريف اللي اتصرفت، كل حاجه تقدروا ان انتوا، عشان لو حد عايز يعمل عمره ترانزيت برضه زي اللي انا عملتها. انا اوريدي قلت لكم الاسعار الحجز في الفيديو اللي فات، ولكن البلاننج او التخطيط للرحله غير التنفيذ، فعشان كده ان شاء الله لما ارجع هقول الاسعار اللي اكشلي اتدفعت وكل المصاريف اللي اتدفعت في الرحله، انكلودنج بقى اكل ومواصلات والحاجات دي. في الفيديو اللي فات غطينا الطيران، الاوتيلات، القطر، وطبعا مصاريف الفيزا ترانزيت اللي هي 95 ريال. فبعد ما ارجع ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد في كل المصاريف اللي اتصرفت. متحمسه جدا للي جاي. قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات الجايه بعد السعوديه يعني ان شاء الله. يلا بينا. للأسف بجد بدون مبالغة أسوأ طيارة ركبتها في حياتي من حيث الراحة مش النظافة. نظيفة جدا بس بجد أنا ظهري اتقطم، سنانة تعبانة تعب مش طبيعي. بجد أنا مش مصدقة قد إيه الطيارة دي سيئة. I would definitely not recommend أي حد إن هو يحجز عليها، يحجز على الطيران السعودي العادي. بجد فلاينات سيئة جدا. أكتر حاجة مضايقاني إن أنا هضطر أرجع عليها، أنا حاجز عليها مروح ورجوع، كارثة. ممكن الكرسي قد إيه بس هو الحتة دي بس. استنى هوريكم. بصوا الكراسي رفيعة ازاي، بجد تقطم الظهر، فظيعة. بس بغض النظر عن الفلايت، ايه المطار التحفة ده، تحفة. بس ايه كمية الهنود دي متبقناش على كده. واخيرا بعد تدوير كتير وصلت الاوتيل، لطيف جدا. هي بس ليله واحده بتاعت المدينه، معتقدش خالص ان في فيو. الستاره الدوخه اللي انا فيها دي اوكي مش سيء. في هنا الجبال، في هنا مسجد شكله مختلف، بس كده. شايفين حرم مثلا من هنا؟ مستحيل، صعب قوي، بس نايس بجد. love it. خلاص I checked in في الاوتيل، مفيش اي وقت نضيعه. هنزل دلوقتي مسجد قباء، وقالوا ان الصلاة فيه بعمرة،
ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا، كونفيرم ده في الكومنتس. وبعدين هروح المسجد النبوي، مش عارفه اذا كنت هصور ده او ده ولا لا، غالبا لا، بس يعني خليكم معايا. اول فلوس سعودي اشوفها وامسكها ايه 200 و100 و100 شكلهم حلو قوي ملونين. بقى انا فلوس الملونه. اداني فكه على حساب كان 10 ريال، فاداني 90 و100 50. شكلها حلو، اكتر ورقه عجباني لحد دلوقتي. كلهم شكل واحد بس عشان خضرا قوي عجباني. دي بوابة 37، هي أقرب بوابة للروضة، علشان لو حد حابب إن هو يلحق الروضة وقابله فيه فرد يصلي عند بوابة 37، خصوصا لو ست، عشان الجري والزحمة الرجالة أسهل كتير، لكن الستات بيعانوا في الموضوع ده. حاولوا تصلوا أقرب حاجة لبوابة 37. اهي دي بوابة 29، بوابة النساء. طبعا الموجودين ستات، ودي البوابة اللي من الستات مسموح ان هم يصلوا فيها. عشان تروحوا بقى الروضة لازم ترجعوا بوابة 37 تاني، فمشوار كبير قوي، فحاولوا ان انتوا تبقوا متواجدين قبلها بكتير. الحمد لله ميعاد الروضة بتاعي 8 وبقت 6 الا ربع، فاحنا في السليم. ورجعت للأوتيل تاني. أول يوم في السعودية يا جماعة، مش هقدر أدي فيدباك عشان هي رحلة دينية بحتة، فأنا مش هقدر أحكم على السعودية كلها من يوم رحت في المدينة. ولكن أنا مشاعري متلخبطة، أنا overwhelmed جدا وسعيدة وإكسايتد، تعبانة جدا. بما إنها سفرية سريعة، أنا جبت من سوبر ماركت قدام الحرم بالظبط، جبت منتجين معمولين في السعودية، مكتوب عليهم شايفين سعودي ميد، ومكتوب هنا برضو نفس الكلام سعودي ميد. فقلت طيب بما اني هي سفريه سريعه وانا مش هديها حقها زي كل البلاد اللي انا رحتها قبل كده، دايما لما بروح اي بلد في الدنيا وبصورها لكم دايما بصور لكم فيها السوبر ماركت، نقعد نجرب سناكس مع بعض، نجرب اكل البلد قوي، نقعد نجرب حاجات كتير في البلد. فبما ان السعوديه هتعدي كده بس 4 ايام، فحسيت ان النهارده انا عايزه اجرب حاجه جديده، فجبت ده اسمه تسالي، ده بالكاتشب. جبت حاجه مشروب اسمه شامي، وده بالشراب بنكهه الفاكهه. المفروض ان دي حاجات معروفه في السعوديه، الله اعلم، بس هي ريكومندد من حد كان عايش هنا. اوكي خلينا نجرب. اول حاجه هي تسالي، ولو دي حاجه مشهوره عندكم في السعوديه قولوا لي في الكومنتس، اللي انا جبت حاجه اي كلام وخلاص. نسخه يعني اكني باكله من تايجر اللي عندنا في مصر. عندنا في مصر تايجر، وعندكم انتوا كمان، انا شفتوا قفشتكم عندكم في السوبر ماركت تايجر، فانتوا عارفين ايه تايجر ده بالظبط، زي تايجر. اوكي يجي دور هذا الشيء هنجربه مع بعض، اسمه شاني بنكهه الفاكهه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نجربه مع بعض. بنته شويه، تحفه، عجبني قوي، حلوه قوي قوي. ايه ده، حلوه قوي، جود جوب يا سعوديه. بس عندي تساؤل، يا ريت السعوديين يردوا عليا بليز. يعني ايه كان فيها صودا ب2.5 ريال، مكتوب عليها فوق اهو 2.5 ريال. يعني ايه الشيبس لا راح ولا جه كيس صغير ده ب4 ريال؟ ازاي الشيبس اغلى من الصودا؟ ده عندنا في مصر doesn't make any sense. ده يعني مش في شرع اي حد ده ان الشيبس اغلى من الصودا. almost double، مش almost double، يعني 80%. الموضوع غريب شويه، ولا ده عادي، ولا هو ده غالي مثلا، ولا هو ده رخيص بزياده؟ يعني بليز اشرحوا لي في الكومنتس. طيب سيبنا بقى من الحاجات دي وتعالوا نتكلم على النهارده. معلش ثانيه واحده، في حاجه غريبه قوي. هو ليه البياعين بيفتكروني تركيه؟ انا دي اول مره في حياتي حد يفتكرني تركيه. اتشبهت بجنسيات كتير قوي، في ناس كتير افتكرتني اي حاجه غير مصريه، ولكن تركيه جديده.
جديده دي عليا الصراحه، موضوع غريب قوي. وكذا واحد بيكلموني بالتركي وبعدين ارد عليهم بالعربي، فتمام يتكلموا عربي على طول. لا واحد مضحك قوي النهارده، بقول له لو سمحت عايزه عطار، راح باعتني عند محل عطور. والله يعني ما عرفتش الومه، يعني حسيت عطار بيبيع عطور معروف، يعني باينه اكتر من ان عطار بيبيع اعشاب. حاسين باللي انا حسيت بيه، يعني حسيت لو اوكي انت عندك حق اكتر مني بصراحه. احنا برضو مصريين علينا شويه كلمات كده مش منطقيه، زي مثلا احنا بنقول على البراد اللي هو البراد اللي بيبرد اللي هو التلاجة في معظم الدول، احنا بنقوله على اللي بيسخن الشاي، اللي بيغلي الميه بنقول عليه براد. فلا احنا علينا شويه كلمات كده مش منطقيه، وكل مدى كل ما بكتشف، يعني مثلا فاكرين الست اللي وانا رايحه تقريبا كان الهند ولا الامارات مش فاكره، وانا رايحه كانت سوريه وعزمت عليا بسكوت، بتقول لي ايه رايك بعد ما اكلته، بتقول لي ايه رايك، فبقول لها حلو قوي. ايه دي حلوه قوي يعني مسكر بزياده. سواء اوكي انت عندك حق، المشكله مش فيكي انت، تمام. فده بالظبط الاحساس اللي انا حسيته النهارده. لو بقول الراجل عايز عطار راح بعتني عند محل عطور، والله ما هقدر الومك. طيب نسيبنا بقى من الحاجات دي وتعالوا نتكلم على النهارده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا تعبانه تعب مش عادي، للاسف انا ما نمتش من امبارح. يعني انا صحيت الساعه 12 الظهر امبارح، بلس ان الساعه دلوقتي 10 وتلت بالليل، سو حطوا عليهم 10 ساعات وتلت، سو 24 ساعة و10 ساعات يبقى 34 ساعة وتلت أنا صاحية بعمل مجهود متواصل. متخيلين؟ مش صاحية كده وخلاص بتفرج على التلفزيون ولا بعمل قاعدة على المكتب، لا أنا بفرك بقالي 34 ساعة. طبعا غلطت غلطة كبيرة جدا، أنا ما نمتش امبارح خالص، و34 ساعة ده جنان. بالظبط غفلت 10 دقايق بعد صلاة المغرب في الحرم، والحمد لله إن أنا احتياطي قلت عشان أنا كنت عمالة بسبح خفت قوي انام، حطيت الارم احتياطي وعماله بسبح، وراح الالارم رن بجد 10 دقايق مثلا، صحيت اتفزعت. للاسف اول ما وصلت كان التعب غالب قوي على الاكسايتمنت، كنت اكسايتد بس كنت تعبانه اكتر من اكسايتد. لما رحت صليت في مسجد قباء حسيت اللي هو اوكي انا بصلي في مكان مهم وبعمل حاجه مهمه، ولكن لسه ما كنتش اخدت الحته دي. اول بقى ما صليت في مسجد المدينه او اللي هو المسجد النبوي يعني الحرام النبوي، لا حسيت بقى بالموضوع، يعني اوكي احنا هنا بدأنا احساس مختلف قوي، احساس غريب اصلا. موضوع ان كل الجنسيات كل دي مسلمين جايين في مكان واحد يعملوا نفس الحاجه عشان هم عايزين حاجه واحده بس، هم كلهم عندهم نفس الهدف، بجد احساس يعني ما يتوصفش. وكلكم بقى بجد ازاي ما حدش حذرني من الروضه. انا عارفه ان هي ايموشنال، وعارفه قد ايه احنا بنتاثر بسيره الرسول عليه الصلاه والسلام وكل الكلام ده، ولكن انا عمري ما كنت اتخيل ان انا هحس بالاحساس اللي انا حسيته ده. تقريبا دي احلى تجربه انا مريت بيها في حياتي، واعتقد احلى تجربه انا همر بيها في حياتي. انا لسه ما رحتش الكعبه، يعني ما اقدرش اقول ده غير لما اكون زرت الكعبه كمان، ولكن كلها اماكن مقدسه، كلها اماكن مهمه، بس انا لسه ما زرتش الكعبه. فانا بالنسبه لي الروضه ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه الاحساس ده؟ بعدين مش لوحدكم، يعني كل اللي حواليكم منهارين، فانتوا تنهاروا انتوا كمان، ما تبقاش حاجه غريبه. انا استغربت نفسي انه ازاي كان. انا شخص ايموشنال اصلا، يعني انا دمعتي قريبه، ولكن ايه اللي خرج ده؟ ايه الاحساس ده؟ انا بجد يعني انا بجد مصدومه لحد دلوقتي، انا مش مصدقه ايه الاحساس اللي انا حسيته. يعني ايه اصلا ابقى شايفه حاجه حيطه بيقولوا لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام موجود وراها؟ انتوا متخيلين القرب؟ يعني ازاي الواحد يبقى قريب قوي كده من حد عظيم قوي كده ومهم قوي كده، وعمر ما جه قبله ولا هيجي بعده حد؟ مش قادره اصدق انه ده حصل، ان انا شفت ده بعيني. ازاي انا كنت قريبه كده؟ انا مش قادره اصدق بجد. يعني احساس ما يتوصفش، لازم تعيشوه، لازم ان شاء الله يا رب، ان شاء الله اي حد بيتفرج على فيديو او مش بيتفرج على فيديو، اي حد نفسه يعمل عمره في الدنيا، يا رب اكتبها له، لان ده بجد احساس مش طبيعي. وكل ده وانا لسه عادش العمره، انا كل ده بس رحت المدينه، انا بس كل ده شفت الروضه. يا جماعه بجد احلى احساس، احلى اكسبيرينس في الدنيا، بجد انا مش مصدقه اللي انا مريت بيه، واسفه ان انا اكسايتد بزياده، بس بجد انا مصدومه. اوفرول انا مبسوطه قوي النهارده. يعني طبعا لسه 3 ايام كمان في ربع السفريه خلاص خلص. اسفه جدا ان انا مش بصور، مش اسفه بصراحه، بس انا مش عايزه ان انا، يعني اسفه ان انا مش عايزه اني مش بصور حاجات ليها علاقه بالعباده او كده، انا بس بصور الاماكن
as a statement انه هنا ده مهم يتزار، ده مهم تتصلوا فيه. ده على قد علمي انا كمان، اكيد في ناس تعرف احسن مني بكتير بيكتبوا في الكومنتس، فانا بس بعمل احسن ما عندي. لكن بعد بقى بوابه المكان اللي احنا رايحينه مع بعض، يعني كل ده بقى بتقدروا تشوفوه على اليوتيوب. انا مش هقدر ان انا اصور، مش عايزه لا ابين وشوش ناس كتير، ولا عايزه ان انا اصور نفسي بقى وانا بصلي وانا مش عارف ايه الحاجات اللي انتوا عارفينها دي بنشوفها على السوشيال ميديا. مش حابه ده خالص، ومتفق معاكم على ده من الفيديو اللي فات، سو ما تزعلوش. وبجد مفيش اي حاجه ضايقتني خالص في اليوم، ممكن حاجه واحده بس، واعتقد دي مفيش حاجه بايديهم يعملوها، هي التويلتس. بجد يا جماعه الحمامات هي مبنيه حلو، شكلها حلو، مهتمين بيها، مهتمين بنظافتها 50-50. ولكن مهما عملوا اختلاف الجنسيات والباك جراوندز اللي الناس جايه منها، وكل واحد بيعمل بطريقته، وكل واحد بيتعامل بطريقته وبتربيته وباصله، يعني كل واحد بيتعامل بنفسه، فما تقدروش تعملوا كنترول على كميه الناس دي، مستحيل يعني. فبجد التويلتس صعبه، يعني بجد الله يكون في عون اي حد هيتزنق في الحرم بجد. انا يعني يلا ما علينا، مش هنحكي قصه زي دي يعني برايفت زياده. ولكن ما قدرتش بصراحه، ما قدرتش ادخل من كتر ما الموضوع صعب. قلت لا، واحد ما يعملش نفسه كده ابدا. هستنى، هرجع الاوتيل ان شاء الله. الدنيا هتعدي. وعدت فتمام يعني، والحمد لله. فلا، الموضوع كارثه غير كده. خلينا نفضل بوزيتيف، مفيش اي حاجه، اليوم جميل. سو اكسايتد لبكره هو العمره. تخيلين هعمل عمره، انا هعمل عمره بكره ان شاء الله هعمل عمره بكره ان شاء الله يا رب. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، وشكرا ان انتوا بتتابعوني، وشكرا. انا بجد حاسه النهارده حاسيس كتير قوي، من ضمنها الامتنان لكل حاجه في حياتي الحمد لله. ويا رب لو في اي حد نفسه ان هو يجي يعمل عمره او يروح المدينه او يروح الروضه، يا رب اكتبها له. وشكرا جدا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه في الفيديوهات اللي جايه. او ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، كله بنفس اسم القناه نونز. باي باي، حياكم الله.